إلى حد الآن منذ مرور 11 و 12 دقيقة لعب من عمر الشوط الأول. سوادري هناك ضربة مرمى من جلال القادري. مباراة كانت للنسيان أمام منتخب غينيا الاستوائية في حين الركنية على ما يبدو بالفعل، وركنية وفات تنفيذ العابدي. إن شاء الله تكون أول العناوين بالبنط العريض. 1-0 للنصور يا رب، إن شاء الله يكون 1-0 لنصور قرطاج. العابدي في حين يصعد مرياح والطالبي، كرة تمشي البحث عن الرصيد. جول 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 1-0 لصالح النصور. 1-0 منتصر الطالبي وسجل أول أهداف المباراة. منتصر ولا أروع، منتصر خارق ولا أروع، يسجل أول أهداف. هفوة في الدفاع، الالتقاء يصعد فوق الكل، بوم بالراس. 1-0 مصطفى سحبة في الباي باي، وأسبقية النصور هنا في استاد عنابة. 1-0 للنصور، بداية متميزة جدا للنصور. نستثمر في الكرات الثابتة، الثالثة كانت ثابتة من خلال الركنية. 1-0 وأسبقية 1-0 لصالح نصور قرطاج. 1-0 بتايمينج متميز. قول بعد ربع ساعة الطالبي طليق يصعد يضرب الراس ويسجل أول هدف. زيارة أولى وأي زيارة للشباك. هنا الإعادة، شوف الكرة في القائم الثاني، طليق يضرب الراس، بوم في المرمى. 1-0 لصالح نصور قرطاج. تتغير النتيجة، أسبقية النصور من خلال رأسية والأروع من طالبي، بوم في المرمى. هدف أول لصالح النصور. يدور رقابة متميز جدا الطالبي، الكروس كان رايع مليمتر، يكون ضربة أروع من طالبي. 1-0 لنصور قرطاج. ضربة جزاء، ضربة جزاء مش معقول. ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ السيد الحكم الموريتاني السيد عبد العزيز بو يعلن على ضربة جزاء في اللقطة الأخيرة. لمسة يد بالفعل على اللاعب يان فاليري ولمسة اليد. يان فاليري لمسة يد بالفعل، لمسة يد. مش معقول. حط يدك مع بدنك يا يان فاليري، يعني من بشكليات اللعب الكروي في مناطق الدفاع. مش معقول هذه الهفوة، وهفوة تكلف النصور ضربة جزاء وإمكانية للتعديل بالنسبة للمنتخب الجزائري. على الكرة رياض محرز يقترب يطمح للهدف ال30 في مسيرته مع المنتخب الجزائري في مباراته رقم 83 مع المنتخب. شوفوا الكرة والهفوة على مستوى الدفاع، يعني مش معقول، يعني هفوة تضحك. في هذا المستوى لاعب يلعب مع انجي بالليغون وخطا بهذه الكيفيه في مناطق الدفاع، يعني خلي يدك مع جسمك وحاول انك تخرج كوره. على كل حال يبقى المتفرج فارس. وضربة جزاء لصالح المنتخب الجزائري. رياض اخصائي كرات يطمح لهدفه رقم 30 مع الفيناك في مباراته رقم 83 مع المنتخب الجزائري. تركيز كبير من رياض في حين دحمان في الموعد، ان شاء الله يكون في الموعد لصد الكره الاخيره بانتظار الصافره من الحكم الموريتاني السيد عبد العزيز بو. رياض محرز وتركيز كبير، دحمان في المتابعه، ان شاء الله يكون في الموعد في انتظار الصافره. يلا يا دحمان، يلا دحمان، يمشي رياض، يتقدم رياض وجول. رياض محرز يعدل النتيجة لصالح المنتخب الجزائري من خلال علامة الجزاء. رياض محرز يسجل هدف التعادل ويعدل الكفة بين المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي. تنفيذ كان ولا أروع، وضحى في الزاوية البعيدة والمستحيل الحارس دحمان. هدف من كل جهة، المنتخب الجزائري يعدل الكفة عن طريق رياض محرز.